ورجعنا تاني ومكملين برنامج عيشها كورة مع محمد إبراهيم على راديو عيش حياتك. وفي الفاصل تقدم النادي الأهلي بهدف على نادي الداخلية أحرزه اللاعب رمضان صبحي. ومعانا مداخلة تليفونية من كابتن لاعب النادي الأهلي السابق ونجم منتخب الوطني الكابتن أحمد بلال. كابتن أحمد بلال مشرفنا. ربنا يخليك يا ابو حميد، ازيك؟ ربنا يخليك كابتن أحمد. أخبار حضرتك عامل إيه؟ الحمد لله كله كويس، الحمد لله كله تمام. الحمد لله. وحشتنا والله يا كابتن. الله يخليك يا رب، تسلم يا ابو حميد، ربنا يكرمك. غايب عننا فترة وما نشوفكش غير في التحليل. هنعرف طبعا آخر أخبارك مع في آخر الحلقة تبقى تقول لنا آخر أخبارك إيه. كابتن طبعا أنت متابع مباراة الداخلية وشفت النادي الأهلي أحرز هدف. أنا عندي سؤال، يعني الفرق ما بين أهلي جريدو وأهلي فتحي مبروك، يعني في فرق كبير جدا رغم ان هم نفس اللعيبه ونفس ما فيش حد جه جديد عليهم ولا في اي تغيير حصل، يعني الفتره الزمنيه كانت قليله جدا اقل من اسبوع، لكن الاداء والمستوى الفني اختلف بشكل كبير جدا جدا. فاحب اعرف منك كمحلل وكلاعب كبير جدا تقول لنا السبب للفرق الكبير دوت ما بين اهلي جريدو واهلي فتحي مبروك. اتفضل يا كابتن. خلينا نقول طبعا يعني احنا بنبارك للكابتن فتحي مبروك وللنادي الاهلي على النتائج اللي حققها الفتره الاخيره. وان كنت انا برضو يعني من الناس اللي بتقول ان اثار اي مدرب ما بتبانش غير بعد يمكن 5-6 مباريات مع تولي قياده الفريق يعني. لكن التغيير اللي حصل للنادي الاهلي او التغيير السريع اللي حصل للنادي الاهلي ما بين ادائه مع جريدو وادائه مع فتحي مبروك، اعتقد هي العمليه النفسيه. انت عارف لعيبه الكوره دايما او 60-70% من حياتهم المجتمعيه بتبقى حاله نفسيه، مش بس لياقه بدنيه، مش بس تكتيك، ومش بس هجمات او رغبه في المكسب. لا، الحاله النفسيه للعيبه ساعات احيانا كثيره جدا بتاثر على مستواهم الفني داخل الملعب. الحاله النفسيه للعيبه النادي الاهلي مع جريدو مختلفه تماما عن الحاله النفسيه للعيبه النادي الاهلي مع فتحي مبروك. زي ما احنا سمعنا الفتره اللي فاتت او شفنا مشاكل كثيره جوه الفريق، خناقات بين الفريق، لعيبه مش عايزه تلعب، لعيبه عايزه ترحل، لعيبه بتمشي، لعيبه ما بتلعبش في الملعب، لعيبه باحتياطي بيلعب اساسي والمباراه اللي بعديها بتلاقيه مش موجود. ده بيأثر بشكل كبير جدا على النواحي النفسيه للعيبه. لعيبه بيبقى مش عارف اذا كان هيلعب ولا مش هيلعب. ده موضوع كبير على فكره بالنسبه للعيبه، كمان للعيبه النجوم. يعني لو بصينا شفنا واحد زي عماد مدحت فجاه بيأدي النهارده بيلعب اساسي، مباراتين 3 بنلاقيه بره التشكيل، مباراتين 3 بنلاقيه بره الكوشيت كله خالص. لعيب زي جدو لم يتم الدفع بيه، وهو ده يمكن سنه كامله ما لعبش. لعيب عنده امكانيات عاليه، لعيب زي رمضان صبحي ما بتلاقوش فترات كتيره. عايز اقول لك ان ده كله بيأثر على الحاله النفسيه للعيبه، بيخلي حتى الحاله المزاجيه للعيب جوه التمرين وجوه المباريات مختلفه تماما. كابتن فتحي مبروك في الفتره الصغيره دي قدر ان هو يتعامل نفسيا معاها بشكل صح، قدر كمان الفرق اللي ما بينه وبين جريدو قدر ان هو يوظف اللعيبه صح في الملعب. جريدو للاسف ما كانش بيوظف اللعيبه صح في الملعب، ما كانش بيختار التغييرات بتاعته، ما كانتش بتبقى مناسبه احيانا، ما كانتش بتبقى تغييرات ايجابيه للفريق. احيانا كتيره جدا كنا بنعترض على تغييرات كانت بتبقى تغييرات سلبيه. لا يعني انا اتذكر ماتش مباراه الاهلي والاسماعيلي، الاهلي بيلعب اخر ثلث ساعه واخر نص ساعه من غير فيرو، بيلعب 5-6 في نص ملعب كلهم عندهم الامكانيات الهجوميه. ونفس الشيء في مباراه المغرب التطواني لعبنا بيتوج هجمات الفريق. مين اللي يقدر في الاخر ان تنصب عنده الهجمات؟ مين اللي في الاخر يقدر يسجل؟ مين الهداف اللي بندور عليه؟ فجريدو للاسف في بعض كتير من المباريات ما كناش بنشوفه بيلعب براس حربه او راسين حربه زي ما اعتدنا على النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي بطل، يحتاج ان هو يكون عنده فيرود او فيرودين تقال قوي موجودين في الملعب. ده للاسف ما كناش بنشوفه في الملعب اثناء جريدو. فتحي مبروك قدر يغير الحاله، قدر يغير من شكل الفريق، قدر يغير من الروح المعنويه للفريق، قدر يغير من الحاله النفسيه للفريق. تغييراته منطقيه الى حد كبير، ولكن انا برضه هقول ان الحكم على كابتن فتحي مبروك برضه احنا مش هنقول تكتيكيا او بعد 5 مباريات. احنا بنتكلم على انا بكلمك مش في الناحيه النفسيه، انا بكلمك في مدرب تكتيك بيدار بيظهر النهارده عشان نقول ان فتحي مبروك استلم الفريق قبل مباراه النصر بيومين، فغير من شكل واداء الفريق. غير من شكل واداء الفريق من الناحيه النفسيه، ولكن يعني هو لسه ما خدش بطولات ولسه ما مرنش الفريق، لسه ما خدش فتره
لكن هو طبعا كراجل مدير لفريق 20 سنه وراجل متابع للدوري المصري راجل محلل، فطبعا عارف النادي الاهلي بيأدي ازاي، عارف الامكانيات اللعيبه اللي موجوده، فكان من السهل عليه انه يقدر يتعامل معاهم. لكن احنا بنقول دايما الحكم على اي مدير فني ايا كان مع اي تيم مش قبل 5-6 مباريات. تمام، هو نفس الشيء قاله كابتن فتحي مبروك ان هو اشتغل على العامل النفسي فقط، لكن احنا شايفين ان في التكتيكات التغيير والخطه اللي بتنزل بيها والمهاجمين والكلام اللي انت حضرتك قلته ده كله ده فرق مع النادي الاهلي، ما كانش بيبقى موجود مع جريدو. طبعا كابتن احمد بلال في مباراه يوم الاحد اللي جاي الاهلي هيلعبها قويه جدا مع الافريقي التونسي اللي هو اخذ الدوري التونسي او حسمه بشكل كبير جدا بعد فوزه على الترجي امبارح بهدف مقابل لا شيء. انت شايف ان الاعداد او الثلاث مباريات اللي لعبهم كابتن فتحي مبروك مع النادي الاهلي، مباراه النصر والجيش والنهارده الداخليه، كافيين لمباراه الترجي او كان اعداد كويس لمباراه الافريقي عفوا؟ شوف انا هقول لك، انت للاسف احنا من سوء حظنا ان احنا وقعنا مع الافريقي التونسي، يعني للاسف ده من سوء حظ النادي الاهلي في الفتره الحاليه. يعني احنا بنقول ان في الفتره الحاليه ان النادي الاهلي بيلعب النصر فريق متوسط المستوى، بيلعب فريق الجيش برضه فريق متوسط او فريق النصر ضعيف المستوى، الجيش متوسط المستوى، بيلعب النهارده فريق الداخليه برضه فريق ما دون المتوسط شويه. لما تيجي تقول المباراه دي فبنقول دي حاجه جيده جدا بالنسبه لمدير فني جديد بيمسك فرقه زي فريق النادي الاهلي، تمام؟ بيعاني من بعض النتائج السلبيه، لكن المشكله انك تقع مع فريق الافريقي التونسي هو عنده حاله جيده جدا، زي ما انت لسه تكرمت وقلت يا ابو حميد دلوقتي ان الافريقي التونسي تقريبا حسم بطوله الدوري التونسي. الافريقي التونسي السنه دي فرقه ثقيله جدا، احنا كمان مع مشكلتنا مع الفرق العربيه بالظبط ان احنا بنتعامل معاهم بشكل نفسي اكثر من بنتعامل معاهم بشكل احترافي للاسف. فعلا بتلاقي فريق ثقيل عنده امكانيات كبيره، عنده عناصر هجوميه كتير، عنده لعيبه محترفه بتأدي بشكل جيد جدا. المباراه هتكون في مصر، مباراه العوده للاسف هتكون في تونس. المباراه هنا في مصر صعوبتها ان النادي الاهلي لو لعب جيم مفتوح هتبقى في مشكله كبيره جدا بالنسبه له، يعني احنا بنجيد اللعب خارج ملعبنا. يمكن حتى مع جريدو لو تفتكر في مباراه السوبر الافريقي او حتى السوبر الافريقي تقريبا ادينا مباراه واقعه جدا. تمام. المباراه برضه اللي تقابلنا فيها واحد من المغرب كتوان هناك ادينا مباراه واقعه جدا. مباراتنا على ملعبنا عشان بنفتح الجيم، عشان ما بنقفلش بشكل كويس، عشان بنبقى طبعانين بشكل كبير في المباراه، للاسف قدام الفرق الثقيله بتصعب علينا المهمات. فاعتقد المباراه مش هتكون سهله على النادي الاهلي ولا على لعيبه النادي الاهلي، ولكن الروح المعنويه والرغبه في المكسب هم دول السلاح اللي ممكن نلعب بيه المباراه. متفائل الاهلي يعدي الكوه الافريقيه دي او المباراه الصعبه جدا دي؟ كحس لعيب الكوره يعني مما لا شك فيه مباراه صعبه جدا، يعني صعبه جدا، وتوقيتها كمان زي ما انا بقول لك يا ابو حميد توقيت صعب، يعني انت يعني بتبقى محتاج انك تاخد ثقه عشان تقدر تكمل بعد كده وتكمل في الدوري العام. يعني كنا محتاجين فريق اسهل شويه، لكن فريق قوي، فريق صعب. لو عدى النادي الاهلي الافريقي التونسي اعتقد مفيش حد يقدر يوقف النادي الاهلي تاني خلال هذا الموسم. انا حاسه نهائي مبكر جدا اصلا. هم دول اعتقد هم دول من اقوى، يعني الافريقي التونسي زي ما انت قلت السنه دي مختلف تماما عن السنوات اللي فاتت. لا فريق قوي فعلا، بيغير قماشته، بيغير مدربه، بيغير لعيبته، عنده تشكيله جديده، عنده لعيبه عندها الرغبه في ان هي تلعب. كمان النادي الاهلي يعني الظروف اللي مر بيها الفتره اللي فاتت كانت ظروف صعبه بالنسبه له، بيحاول ان هو يغير من الصوره اللي اخذها الجمهور عنه في بدايه السيزون او تحديدا مع مستر جريدو. ففي المباراه مش هتكون سهله على الاطلاق، المباراه هتكون صعبه جدا جدا جدا. اعتقد فعلا ان دي ممكن تكون مباراه نهائي مبكر، لان الفريقين اللي هيصعد فيه اعتقد ان هو هيدخل دور الثمانيه وهيصعد من دور الثمانيه قبل النهائي. تمام. كابتن احمد، النادي الاهلي طبعا هيأدي طبعا الموسم بتاعه باللعيبه الحاليين، لكن انت من وجهه نظرك كراجل كمحلل وكلاعب كبير تقدر تقول لنا ايه الصفقات اللي النادي الاهلي محتاجها الموسم المقبل او الاماكن او المراكز المطلوبه في النادي الاهلي تدعيمها؟ بعد الكلام ده قلته مرارا وتكرارا، قلت النادي الاهلي محتاج فريق ثقيل، لاعب رقم 9، محتاج النادي الاهلي سندر ثقيل، محتاج النادي الاهلي سوبر ثقيل، يعني محتاج في 3 اماكن 3 لعيبه. هو عنده لعيبه بشكل وفير جدا في ما تحت راسين الحربه في نص ملعب، عنده الاطراف الملعب لعيبه كتير، لعيبه بتأدي بشكل جيد، لكن هو فعلا محتاج راس حربه قوي، راس حربه ثقيل، راس حربه اللي هو رقم 9 اللي بنسميه بالارقام في لغه الكوره. محتاج ديفندر بجوار اللعيبه اللي بتلعب في الملعب، بجوار هشام غالي، محمد رزق،
احنا ما عندناش غير اثنين تقريبا اللي بيلعبوا او بيبدلوا، محمد يمكن محمد نجيب وبيلعب نبيل سعد سمير بيلعب الفتره الرسميه بالاضافه لحازم، لكن هو محتاج سوبر سريع وقوي. يعني ده اللي احنا محتاجينه، لان احنا في بعض الماتشات اللي بنلعبها خارج ميعادنا خاصه في المباريات الافريقيه بنبقى محتاجين حد سريع، لان السراج الافريقيه زي ما انت عارف ترصيد بيبقى عندهم السرعه عاليه جدا. مشكله النادي الاهلي في المباريات اللي فاتت كلها ان الهجمات المرتده كلها بالنسبه له هجمات كلها خطر بشكل عليه خطوره، هجمات بيجي منها جوان كتير على النادي الاهلي. تمام كابتن، يعني احنا ملخص كلامك احنا محتاجين راس حربه صريح، ومحتاجين راس حربه تاني يكون سريع، ومحتاجين لاعب في نص الملعب، ومحتاجين لاعب يرجع يلعب ورا في قلب الدفاع. محتاجين ثلاث لعيبه. هم ثلاثه ولا ممكن ولا هم 3 مراكز؟ 3 مراكز في 3 لعيبه بالظبط. طيب 3 لعيبه 3 مراكز. راس حربه جيد، ديفندر جيد، محتاجين ستوبر جيد. تمام. النادي الاهلي الدوري انت شايفه بعد الاداء اللي بيقدمه النادي الاهلي وبدا ان هو يفوز في كل مباراه، الدوري لسه في الملعب ولا بقى لون ابيض؟ لا بص خليني اقول لك ان هي مش في ايدينا للاسف. يعني انت احيانا بتبقى لما الامور بتبقى في ايديك بتقول ان الدوري لسه في الملعب، لكن الدوري في اقدامك ثم اقدام الاخرين. يعني انت حتى لو كسبت كل مبارياتك والخصم كسب كل مبارياته، اذا النتيجه رايحه لنادي الزمالك. يعني انت محتاج الفريق الابيض يتعثر عشان خاطر النادي الاهلي ياخد البطوله، لكن النادي الاهلي محتاج السنه دي انه يثبت الذات. يعني ما اعتقدش ان لو مره حاله سيئه ثانيه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي السنه دي، ما اعتقدش ان احنا هنكمل السيزون اللي جاي بشكل جيد. زي ما انت عارف السنه دي هتبقى السيزون اللي جاي هيلحم زي ما بيقولوا مع السيزون ده، يعني مش هيبقى فيه وقت كتير بين الدوري والدوري، لان طبعا ده ممكن ينتهي في شهر 8 تقريبا. هو خلاص هينتهي في شهر 8 او 9 مش هيبقى فيه توقيت كبير. تمام. انك انت تبتدي تشتري لعيبه وتجهز نفسك وتجيب مدير فني جديد، الا اذا ابتديت من دلوقتي تبتدي تحضر. فالنادي الاهلي لو ختم السنه دي بشكل جيد جدا اعتقد ان دي هتبقى البدايه القويه للسيزون اللي جاي. تمام. كابتن احمد كنا قرينا لك تصريح بتقول ان مصر تحتاج الى ثوره في كره القدم. طبعا. قول لنا بقى كده المفهوم بتاعك الى الثوره الرياضيه في مصر، او ايه الثوره اللي في كره القدم اللي من وجهه نظر الكابتن احمد بلال؟ بص يا ابو حميد، ان للاسف الكره في مصر متاخره كتير جدا 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 عن الكره في اوروبا. تمام. احنا بنتفرج على النهارده الكره في مصر، النادي الاهلي بس بيلعب النهارده مع النادي الداخليه او بيلعب حتى مع نادي الزمالك او النادي المصري، بنحس ان احنا بنتفرج على المباراه على 90 دقيقه، بنحس ان احنا بنتفرج على 190 دقيقه مش 90 دقيقه بس. الكره بطيئه جدا، تفكير بطيء جدا، مفيش تاكتكس للاسف بيبقى موجود في الملعب. كل المديرين الفنيين اللي بيلعبوا قدام الفرق الكبار زي ما انت بتشوف بيلعبوا بشكل دفاعي بحت. الامكانيات كمان اللعيبه اللي موجوده في مصر للاسف لا ترتقي بان هي تصل ان هي تكون يعني قريبه حتى من امكانيات اللعيبه اللي بتلعب في اوروبا. يعني كمان تنظيم الدوري العام في مصر، جدول الدوري العام اللي ما تعرفلوش اذا كان السيزون هيبتدي في 20 في شهر 9 ويخلص شهر 5 ولا هيبتدي في شهر 12 ويخلص شهر 8. تنظيم بطوله كاس مصر اللي ما تعرفش اذا كانت هتبتدي ولا هتنتهي. الحكام في مصر محتاجين ثوره تغيير كبيره جدا. المدربين في مصر محتاجين ان احنا فعلا يا جماعه يبقى عندنا فكر، محتاجين دورات تدريبيه، محتاجين ان احنا نتفرج على الماتشات، محتاجين حاجات كتيره جدا، محتاجين زي ما عملنا ثوره كده في مصر عشان او انقلبنا على النظام القديم، محتاجين ان احنا نتقالب على النظام الحالي او ناخد ثوره حاليا في القدم في مصر تكون على كل المستويات للاسف. يعني هي فيهم يعني يمكن النادي الاهلي افضل الانديه تنظيما، ولكن بيكون النادي الاهلي عايز اقول لك انا اهلاوي وتربيت في النادي الاهلي وعشت في النادي الاهلي وعارفين يعني ايه نظام وعارفين يعني ايه احتراف، ولكن النادي الاهلي برضه محتاج لثوره تغيير وتغيير في كره القدم اللي موجوده حاليا او اللي بتاخدها المنظومه اللي موجوده حاليا في مصر. هي يعني انا افهم من كلامك ان هي ثوره فنيه واداريه. طبعا بكل المقاييس. بص يا ابو حميد، انا بتكلم كلام مش يعني غلط، ما اعتقدش يعني مصر بقى دي ما وصلتش كاس عالم. لا كتير جدا. بقالنا يجي 100 سنه تقريبا داخلين في قرن تقريبا احنا من 90 ما وصلناش كاس عالم. يعني بقالنا كتير جدا ومش هنوصل كاس عالم بطريقه التفكير ولا ده. النهارده لما لعيب يعني النهارده للاسف حتى لما تجي لك لعيب يحترف بره مصر بتبدا تحط العراقيل علشان خاطر اللعيب ما يخرجش. مفيش الكلام ده، بتكلم مش موجود في افريقيا يا جماعه ولا موجود. يعني انت بص فريق الجزائر في خلال 4 سنين عمل فريق قوي جدا رائع جدا. شفت مباراه كاس العالم، مباراه قدام المانيا بطل كاس العالم اللي احرز فيها المانيا والمانيا كسبت فيها، ولكن يعني مكسب صعب جدا.
النهارده بنشوف الجزائر ازاي بتتطور في كره القدم. يعني فريق عربي يسموه ده كوت ديفوار او نيجيريا او الكاميرون او الفرق الافريقيه اللي اعتدنا عليها واعتدنا على لعبتها بتلعب كلها في اوروبا، لا احنا بنشتغل في فريق عربي جنبنا. بنشوف تونس كل مره بتصعد بكاس العالم. ليه مصر؟ يعني ليه مصر بالذات؟ يعني مع اننا ممكن نكون في افريقيا في البطولات الافريقيه او المحليه بنروح للقاده. للاسف الشديد احنا كمان بعدنا في افريقيا كمان. دي من وجهه نظري المتابعه. طب انت بقى اللي جرتنا الموضوع المنتخب ومصر يعني انا اعرف ان يوجد علاقه بسيطه ما بينك وما بين هيكتور كوبر المدرب الارجنتيني للمنتخب الوطني، فقول لنا ايه رايك في هيكتور كوبر؟ هل هو قادر على تحقيق الثوره المصريه اللي هو يقدر يوصلنا الى كاس العالم في اقرب وقت ونرجع تاني لافريقيا، ولا انت شايفه برضه عادي مش هيضيف كتير للكره المصريه؟ والله بس انا يمكن اتكلمت مع مستر هيكتور كوبر اكتر من مره، وجمعت بيه اكتر من لقاء، واتكلمنا على احوال الاول الكره في مصر. طبعا الكره في مصر يعني للاسف في الوقت الحالي يعني بتمر بازمه كبيره جدا. يعني دوري في مصر من غير جمهور ده دوري اعتقد مهما كانت امكانياته دوري هزيل. بالظبط. كرة القدم معمولة لممتع الجماهير في الأول، يعني في بداية صنع كرة القدم كان معمولة لممتع الجماهير، دي رقم واحد. رقم اثنين تنظيم الدوري في مصر والجدول الزمني للمباريات ده برضه عائق كبير جدا بالنسبة النقاط. أنا بكلمك النقاط اللي احنا عشنا فيها يعني. تمام. اللعيبة كمان اللي موجودة في مصر الراجل بيعاني إن مفيش فرق في مصر للأسف يعني. يعني إن مفيش هداف كبير جدا ممكن يعتمد عليه في مباراه صعبه لما يجي يلعب قصاد الجزائر ولا قصاد السنغال ولا قصاد كوت ديفوار ولا قصاد غانا. يعني الراجل يعني هو اتكلمني، هو اتفرج تقريبا على معظم اللعيبه المصريين، للاسف بيقول ان الدوري المصري الحالي لم يفرز الكثير من اللاعبين الموجودين في مصر للاسف، ودي حقيقه يمكن كلنا شايفينها. النهارده انت بتشوف الدوري المصري النهارده 26 تاريخ، النهارده الاسبوع ال 31 يعني 31 مباراه في الدوري العام. هداف الدوري العام عنده 13 هدف. تمام. ده يدل ان يعني معدل التهديف بعيد جدا. للاسف الشديد ان الفراوده اللي موجودين على الساحه وكنا نستعين بقى فراوده افارقه ممكن نجيبهم يلعبوا في منتخب مصر يعني. انما ده بينما ان الفراوده اللي موجودين يعني ليسوا على المستوى العالي اللي ممكن يعتمد عليه مستر سوبر، وان كان يعني مثلا بيفضل ان باسم يكون موجود، باسم مرسي يكون موجود، او احمد حسن توفى يكون موجود، ان هم يمثلوا مصر في المباريات الافريقيه. ولكن برضه هو بيعاني معاناه شديده لان هو راجل بيتكلم من طبيعي في بلد زي مصر اخذت بطوله افريقيا ثلاث مرات متتاليه. ان مش الطبيعي لما يجي ينتقي يبقى عنده مشكله ان هو ينتقي مين من مين، يعني مين يعني يبقى عنده 10 لعيبه على مستوى عالي ويبتدي يبقى عنده مشكله الانتقاء، ينقي مين ويلعب مين، لا يقدر يكتشف لعيب جيد. تمام. يعني افهم من كلامك ان يعني هيكتور كوبر عنده مشاكل، او هو الراجل لسه ما لقاش التوليفه اللي هو محتاجها عشان يصعد. اي حد يا ابو حميد، اي حد برضه اي حد في مكانه هيعاني من نفس المعاناه برضه. يعني انا لو جيت سالتك قلت لك حط لي 11 لعيب يلعبوا في منتخب مصر، تمام، يقدروا يلعبوا مباراه في نهائي افريقيا دلوقتي حالا، ممكن تختار لي 11 واحد؟ هتبقى الامور برضه صعبه شويه، صعبه بالنسبه لاي حد. كابتن احمد بلال، قبل ما انهي بقى احب اعرف انت غايب عننا، ايه الجديد في يعني في الفتره اللي جايه يا كابتن احمد؟ سامعنا؟ الو كابتن احمد؟ ايوه معاك كابتن. بقول لحضرتك انت غايب عننا بقالك فتره، عايزين نعرف كابتن احمد بيفكر في ايه الفتره المستقبليه الجايه؟ بتفكر في تدريب، بتفكر في تحليل، بتفكر في ايه؟ لا انا موجود في التحليل زي ما انا، لكن ان شاء الله هبتدي هاخد اللي هي الدوره بتاعت دوره المدربين، هتكون موجوده في المحل ان شاء الله في شهر 6 القادم، تقريبا من 5 ل 9/6، خمس ايام تبقى موجوده في المحل في شهر 6. وان شاء الله تبقى دي الدوره بالنسبه ان انا ممكن افكر في موضوع التدريب الفتره اللي جايه دي ان شاء الله. كابتن احمد بنشكرك جدا ونورتنا وشرفتنا بمداخلتك الجميله دي يا كابتن احمد. اشكرك يا احمد، ومزيد من التوفيق والنجاح ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك يا كابتن احمد، ربنا يخليك جدا، ومشرفنا ومنورنا.